الموضوع التاني اللي معانا بقى ليه علاقة بعدد المحترفين في الأندية المصرية. إحنا عندنا طبعًا 5 لعيبة محترفين، وعندنا تحت السن تقيّد لك 2، 3 وعندنا اللعيبة الفلسطينيين مفتوحة ويعني أنت ممكن سهل جدًا على فكرة باستثناء حارس المرمى تلاقي فرقة كاملة بتلعب في مصر مش مصريين. طيب كابتن حسام حسن في المؤتمر اللي هو كان اتعمل بوجود رئيس الاتحاد وبوجود الوزير السابق أشرف صبحي، قال لي يعني عدد المحترفين ده كتير أوي، كتير أوي، وقال لك ليه رفعنا من 3 ل5. طيب الناس سمعت الكلام ده وقالت لك يا راجل يعني هنلعب في قارة المحترفين عشان خاطر يعني كابتن حسام حسن اتكلم أو قال حاجة معينة، ولكن الحقيقة بقى يا جماعة، الحقيقة بجد حسب معلومات عندي إن فعلًا الموضوع ده بيتناقش جوّه مجلس إدارة اتحاد الكورة، وفي أكتر من عضو هم 3 أعضاء بدون ذكر أسماء يعني، متبنيين الفكرة ديّة، وشايفين إن كابتن حسام عنده حق، وشايفين إن العدد كبير، 5 دي كتير، وإن العدد ده لازم يقل منهم عضو يعني متداخل أوي في ملف كرة القدم يعني. قال لك إن العدد ده لازم يقل، وتقنين لائحة اللاعبين الأجانب تحت السن، يعني مثلًا يبقى ليك لعيب واحد مثلًا، وتقنين لائحة اعتبار اللاعب الفلسطيني مصري، يعني برضه ممكن يكون ليك لعيب واحد مثلًا. فناس اتكلمت قالت لك لازم ده يتعمل لأجل مصلحة المنتخب، هم 3 أصوات ومتبنيين الفكرة ديّة، فعشان كده باقول لكم الفكرة مش مقفولة، بتتناقش. طبعًا ال3 معترفين إن صعب جدًا إن إحنا نطبّق الموضوع ده من السنة دي أو من الموسم الجديد أو الموسم اللي بعده، بسبب عقود الأندية مع لاعبيتها المحترفة، ولكن ممكن يدّوا لو الموضوع ده اتطبّق ممكن يدّوا مهلة 3 سنين، بحيث إن أنت بقى إيه، تضبّط أوضاعك على اللائحة الجديدة بتاعة اللاعبين المحترفين وتقلّل العدد يعني. فالكلام ده مطروح، مطروح. مين اللي ليه حق إن هو ياخد فيه القرار؟ اتحاد الكورة. الهيكل التنظيمي ده بتاع ال المحترفين واللوائح بتاعة الأندية والكلام ده كله ده ليه علاقة باتحاد الكورة، واللعيبة تحت السن واعتبار اللاعب في السن ده اتحاد الكورة مش رابطة، لكن الرابطة دورها مهم جدا. الأندية الرابطة رأيها مهم جدا، الأندية رأيها أهم. فالقرار ده يتاخد بعد موافقة الأندية، خاصة الأهلي من الأندية اللي دايما شايفة إن لأ، أنت تزود عدد المحترفين كمان وتفتح باب المحترفين، ده وجهة نظر الأهلي. نادي زي الزمالك يقول لك لا يا عم قلل، على الأقل قدام جماهيري يبقى أنا عادي ما أصرفش بالدولارات بقى وأجيب لعيبة محلية عادي.